إذا من الله عز وجل عليك بنعمة خليها في السر ودار عليها واكتمها، وإذا ما احنا بنقول بالبلدي دار على شمعتك ايه تقيد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك استعينوا على قضاء حوائجكم بايه؟ بالكتمان. احنا بقى دلوقتي انا اللي بجيب الفقر لنفسي وانا اللي بجيب المصيبة لنفسي. ربنا كرمني واشتريت عربية، هات يا عم الحاج التليفون يلا وصور وشير وخلي الدنيا كلها تشوف. ما انت لو خدت العين كل سنة وانت طيب. هو يا عم الشيخ خلي بالك مش ربنا قال وأما بنعمة ربك ايه؟ جميل قوي، بس انت فاهم غلط ليه؟ وأما بنعمة ربك فحدث. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أحدث بالنعمة وور النعمة لمن يتمنى لي الخير ويدعو لي بالبركة. أنا ربنا من علي بنعمة، عارف ان الحاج عاطف قلبه نظيف ويتمنى الخير للناس كلها، فلما قعدت مع الحاج عاطف وفضفض معاه عارف ان هو هيقول لي روح يا شيخ إلهي ربنا يبارك لك فيها، إلهي ربنا يطرح لك فيها البركة. ده اللي أحدث معاه، ده اللي ربنا قال وأما بنعمة ربك فحدث. وترجع تقول في الآخر الناس رصداني، الناس حسداني، الناس فقراني، وانت من الأساس اللي عامل في نفسك كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. بطل تحكي عن نعمتك قبل ما تتم، ولما تتم بلاش تحكي لأي حد. حصن نفسك قبل ما تفرح، وأول ما تشوف نعمة في إيدك قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انشر الفيديو ده وفيد غيرك، ولو عندك موقف حصل لك بسبب الحسد اكتبه لنا في التعليقات. وما تنساش تصلي على النبي.